منذ انتهاء عمليات التحرير ولحد هذه اللحظة لم نلاحظ أن هناك جدية في إعمار محافظة نينوى. اليوم تعاني نينوى الأمرين، الجسور لا زالت مدمرة، لا توجد مستشفيات، الوضع الصحي جدا متردي في هذه، والوضع التربوي وكل الأقسام الموجودة تعاني في محافظة نينوى. أنا أعتقد اليوم على الحكومة وعلى السيد رئيس الوزراء أن يعقد جلسة مجلس الوزراء في محافظة نينوى ليرى حجم الدمار الذي تعرضت له هذه المدينة، وليرى المعاناة الكبيرة التي يعانيها المواطنون في عبور الجسور، المرضى ماذا يعانون في المستشفيات، المراكز الصحية لا توجد فيها كوادر صحية ونقص كبير في الأدوية. أنا أعتقد اليوم نينوى بحاجة إلى وقفة جادة من قبل الحكومة العراقية. المبلغ غير كافي لكون هذه المحافظة تعرضت إلى تدمير كبير، لكن نتأمل من الحكومة أن يكون هناك دعم أكبر لمحافظة نينوى. الموازنة ليست جيدة، وإنما من الممكن إعادة إعمار الجسور، من الممكن إعادة بعض المستشفيات. اليوم ما يهمنا هو إعادة نينوى إلى وضعها الطبيعي.